طاقم الحكام إريك أوتوجو كاستاني وتيفولي فينجا وسيلفين موالا، ومعاهم رابع نيجي انسراجا. ده طاقم الحكام من الجابون، والمراقب كان رشيد بن خديجة. إريك كاستاني سبق وأن أدار مباراة المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية واللي فازت فيها مالي على غانا 3-1. كيف كان اللقاء من وجهة نظرك تحكيميا؟ لو لك تعقيب على أي حاجة في الملعب اتفضل يا كابتن. لو التونسي رشيد حكم لك؟ حكم لي طبعا. طبعا هو طول عمره مبقلص كده ولذيذ بس من الناس المحترمين كابتن رشيد بن خديجة. نعم من الناس المحترمين طبعا. يعني وجوده النهارده كويس. نعم. يعني مثلا انا بحمد ربنا الماتش النهارده مع فريق من افريقيا، ناس طيبين، ما كانش مع الشمال الافريقي. كانت هتبقى مشكله. يعني كان مع الشماريخ مع الصواريخ مع الحاجات دي فيها مشكله. كان يستغلوا الفرص منها الموقف دوت. وكان ممكن كانت ممكن ما تكملش. لو مع نيجيريا، لو مع الشمال الافريقي كانت هتبقى صعبه، او مع غانا. نيجيريا غانا شمال افريقيا. شمال افريقيا اكثر. نعم. ونيجيريا كمان. يعني يمكن غانا اقل شويه. دول طيبين. دول طيبين. والوسط والجنوب الافريقي طيبين، او زي النهارده احنا هم ما حسوش بالشمال، ما حسوش بحاجه. لم يبدوا اي اعتراض ولا اي ملاحظه. اقول لك حاجه، لو انا حارس مرمى، لا ما انت عندك خبره الشمال الافريقي. لو انا بلعب كنت رحت وقعت جنب وخسران كده، كنت رحت وعملت فيها ميت جنب الشمروخ. احنا لو بنلعب في اي دوله، بقول لك احنا لو فريق لو اي فريق مصري بيلعب في اي دوله خارج مصر وحصل كان ممكن. انا بقول لك انا لو انا حارس مرمى وحصل كده والمباراه، هقوم جاي نايم جنب الشمروخ ده، ولو عرفت كده سرقته حطيته على صدري كمان عملت فيها. انا ابلعه. والله مش بهزر يعني يا بس هم فعلا طيبين. امتى نقول بقى لجماهيرنا يعني هنقف امتى يعني؟ لا ما تقولش، ما تتعبش قلبك، ما تتعبش قلبك خلاص. المشاهد اللي نزل يا كابتن ببنته الصغيره دي وعرضها ده نزل من باب يعني ازاي الطفله الصغيره دي ازاي عرضها الخطر يا كابتن. البيت اللي بتنط بيها ده كله بعدين ده عشان يطلع سياخ تخيل. بتحب النادي الاهلي على عيني وعلى راسي، بس بنتك اهم من النادي الاهلي. يعني ده خطر جدا. انا عايز اعرف ده كان طيب ده. يعني ايه المتعه اللي استشعرها وهو بيعمل كده يعني؟ فات الميعاد، صدقني فات الميعاد والله يا كابتن. في كرة القدم ان الشباب ده كله اذا ما عملوش قانون يا كابتن فات الميعاد. احنا عندنا قوانين كتير يا كابتن، بس اذا ما عملوش قانون لده فات الميعاد يا كابتن. صدقني النهارده الامن يعني بياخد البص ده خطر جدا منتهى والله. كنا بص الظباط يا عيني هم اللي بياخدوه ويودوه. ذوق رجاله حرام. شوف الظابط يا عيني شوف، ويا عيني الظباط بيتشتموا ويتبهدلوا. بص اقول له تعالى اتفضل واطلعك المدرجات. هيعملوا اكتر من كده. هتافات ضدهم ولافتات ضدهم وقله ادب ضدهم. الحقيقه شيء امر يعني حرام. البنت خوف، هو عايزها تبص. كتر خيره وبركات والله، كتر خيره وبركات يا سيدي. بحبسها لك اهو واطلع بقى خايف عليه. بس هنعمل ايه يا كابتن؟ نرجع للكوره. بص المدرجات، فلوسنا وفلوسهم العيال صعبانين عليا. كل ما اجي اتعاطف معاهم عشان اقول عليهم كلمتين كويسين. لا اللي يعمل كده ما يستحقش تعاطف. ما بقدرش يا كابتن. لا اللي يعمل كده ما يستحقش تعاطف. هو في بيته مش هيعمل في الكرسي ده كده، في بيته مش هيعمل كده. كيف صارت المباراه تحكيميا من وجهه نظرك؟ والله هو مباراه المفروض انها تحكيميا سهله، لكن هو تعرض لموقفين اللي هم المحك او الاختبار الحقيقي. اهمهم الهدف الثاني بتاع عماد متعب. اسمح لي بقى نتكلم. اتفضل طبعا. ولا نقول المصريين هم لا يا كابتن هنا بما يرضي الله يا كابتن. احنا دي شهاده حق. يعني طبعا ما ينفعش لا احنا قدمنا قلنا يعني ده الاختبار الاول. هدف عماد متعب هو غض بصر تماما غض بصر عن الشمروخ. كان لازم يعمل ايه؟ يوقف اللعب؟ لا انا ما احسبش الهدف. ما تحسبش الهدف؟ ياه في عامل خارجي. في عامل خارجي وعامل مؤثر جدا كمان. ياه انت سبقتني وقلت لو الشمروخ ده جه في حارس مرمى خلاص. وبعدين حضرتك في اثناء التحليل مع ابراهيم فايق قلت خد طبعا ما اعرفش كام في المية، 25 30% كمان. لو خد 1% يا كابتن اثر على قدرات حارس مرمى. لا في عامل خارجي. لو كره نزلت يا كابتن في الملعب الحكم بيوقف. لو في كره خارجيه نزلت من احد الصبيه نزلت اثناء المباراه الحكم بيعتبر ان في عامل خارجي بيوقف ويستأنف باسقاط. لكن ده عامل خارجي وعامل مؤثر جدا. انا مش شايف ما فيش انصاف انه يحتسب هدف. يعني هو عنده خبث كان جري مسك هنا دلوقتي كابتن. دلوقتي صفر كده يصفر. اقف عايزين استنى. انا صفر في التوقيت ده كابتن. لازم يصفر دلوقتي. هل كان لازم المساعد يرفع له؟ ممكن لا في وشه. هو شايف كابتن. هو شايف. لا هو عنده رؤيه احسن من المساعد. هو عنده رؤيه احسن من المساعد. لازم في التوقيت ده صفر. وبعدين حتى لو بصيت للراجل الشرطه اللي خلف في المرمى
حتى الراجل عايز يجري بسرعه يلحقها. عايز يلحق. عايز يلحق. صحيح. عايز يداري. عايز مظبوط. اللي بص حضرتك اللي ورا ده الشرطه اللي عماله تتشتم عظيم. هتلاقي الراجل هو بيجري. هيجي اهو بص حضرتك اهو. ايوه هو بيجري عشان ياخد الشمروخ. طبعا الراجل مش داخل يبوس ولا حاجه. لا ولا داخل يمسك الكوره. خلاص هي الكاميرا بقت عنده. لكن هو عايز وتصور هو جري داخل. لو تمسك هذا الرجال كل دول داخلين يا كابتن احمد يشيلوا الباراشوت او الشمروخ اللي اتحدف. شيء مؤسف. دي واحده من الحالات. احنا ده رتبه خلي بالك. تصور يعني في حاجه على الاسبرات بتاعه يعني نقيب ان لم يكن عميد. لا هو لا شاب. يعني هو نقيب. يكون نقيب او حاجه. بص يعني والله حرام يا كابتن. وهو انسان كمان عشان النادي الاهلي يكسب. هو بني ادم طبعا. انسان جميل. كان ممكن حتى الشمروخ يسيبه هو. طبعا. لكن يعني هو مش عايز الاهلي يتضرر. والجمهور اللي بيحب النادي الاهلي هو اللي هيتجنن عشان الاهلي يتضرر. اذا انت من وجهه نظرك انه في عامل خارجي اصلا. في عامل خارجي كان يستدعي ايقاف المباراه في التوقيت قبل كده. يعني قبل كده. طب انا ما اعرفش انت بتتكلم اهو بص يا عيني. هو ملوش علاقه لا داخل لا الراجل جاي يأدي عمله وبيحب بلده وعايزها تبان في احسن مظهر. ما اعرفش انت خليتني كده سرحت المباراه مصر وزيمبابوي. كان الحكم جابوني. الاحتجاج بتاعهم خلص بسرعه. ممكن يكون حصل ديل ولا اتفاق ولا حاجه ولا ده صعب بعيد يعني انا مش عايز عقوبه. مش عايز النادي الاهلي يتضرر. بس طبعا احنا كلنا مش عايزين النادي الاهلي يتكرر كده. هنقف امتى ونرجع امتى؟ هنا ربما يكون رشيد بن خديجه ليه دور ثاني. لكن انا شايف ان الحكم اخطا. كان لازم يصفر بمجرد ما شاف الشمروخ في المكان ده. طيب عندك جايب لعبه انت الهدف الاول. عندنا حالات سريعه. نعم. التونسي يمكن عشان عايش الظروف في تونس برضه فقريب مننا يعني نفس الاحداث يعني. وعارف نفس الاحداث. وانا يعني اتصور ان هو ساعد في استئناف المباراه. طبعا. لكن هو هنا ما يقدرش يقول له الغي الهدف او ما تلغيش هدف. مش دوره خلاص. ده فنيا مش بتاعته. نعم. لكن الحكم لو عنده شيء يعني من الخبره واضح انه من صغير السن كان المفروض اللعبه دي مجرد ما شاف الشمروخ وهو كان في مواجهتها كان يصفر ويستأنف بإسقاط. طيب خلينا نرجع للهدف الاول. اتفضل يا كابتن. احمد عبد